صباح الخير من جديد متابعينا مشاهدينا، أحييكم أجمل تحية صباحية. اليوم راح يكون حديثنا عن مباراة اللي جرت أمس بين نادي العين في نهائي دوري أبطال آسيا مع فريق يوكوهاما الياباني، واللي انتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدفين مقابل هدف. تفاصيل أكثر عن هالمباراة وحظوظ فريق العين في الإياب اللي راح تقام في أول شهر يونيو، راح يكون معي الزميل العزيز المحجوب الزاكي. صباح الخير محجوب. السلام عليكم استاذ عمر، صباح النور، اهلا وسهلا دائما وابدا بمشاهديك ومرحبا بك مره اخرى. طبعا استاذ عمر، كما تابع الجميع مباراه امس بين فريق يوكوهاما مارينوس الياباني وفريق العين الاماراتي الذي كان يبحث عن استكمال المشوار الذي بدأه خصوصا منذ مباراة الربع النهائي أمام النصر، استمرار كذلك أمام فريق الهلال في نصف النهائي، وانتهاء خاتمتها أمام الفريق الياباني. بالأمس فريق العين والمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي دخل المباراة صحيح بخطة دفاعية واعتمد كثيرا على الهجمات المرتدة، وهو ما نجح في ذلك بتسجيله للهدف الأول عن طريق اللاعب محمد عباس بعد تمريرة رائعة جدا من سفيان رحيمي. الشوط الأول انتهى بشكل رائع جدا لفريق العين بهدف واحد مقابل لا شيء. على فكرة أستاذ عمر، فريق العين ذهبت أو سافرت معه جماهير لا يستهان بها وساندته في هذه المباراة. المشكلة أن الشوط الثاني لما دخل فريق العين دخل بنفس الخطة، وهو الخطة الدفاعية، وأن تلعب دفاع في مباراة نهائية من مثل هذه المباراة 90 دقيقة كل هذا شيء يعني غير صالح في مجال كرة القدم، وهو ما تأتى وأجبر فريقه يوكوهاما بأن يضغط بكل ما أوتي من قوة، وسجل عدل أولا وسجل الهدف الثاني. لكن هذا لا يمنع بأن فريق العين في مباراة الإياب في ملعب استاد هزاع بن زايد أكيد سيكون ممتلئا عن بكرة أبيه، وسيحضر الجمهور ليس فقط العيناوي وإنما جميع الجماهير الإماراتية التي تبحث عن الريادة لكرة القدم الإماراتية. وكذلك الفريق العين يبحث عن اللقب الثاني بعد اللقب سنة 2003، ونتمنى أن يعود به إن شاء الله بحول الله في أول يونيو كما ذكرت أستاذ عمر. إن شاء الله نتمنى للعين الإماراتي الفوز في الإياب في هذا اللقاء اللي راح يكون فعلا جماهيري كبير. شكرا لك محجوب، ومن لك من جديد يسعد صباحك.